يعني ممكن ديفنتلي اكيد، بس كيف بدك تعلم بكره، كيف بدك تدرسي اولادك اذا اجوا عندهم واكتب انا؟ لا، بس في فرق كثير كبير بين ما تدرسي يكون عندك معلمه. لما انا اذا بدي اخذ اي انسان مثل نحن مكملين علمنا، او اي انسان مكمله علمها، لما بتجي بنت بتسالني بالجغرافيا او التاريخ، انا عندي معرفه من زمان انه انا دارسه هالشيء، اكيد فيني ساعدهم. بس لما ما يكون عندي معرفه، كيف بدي اساعدهم؟ زوجة وين راح؟ ما انت مشغول 24 ساعه. لا. بس هي اللي بتربي، هي اللي بتقعد مع الاولاد مش البي. بداية الأستاذة رانيا برغوث المحترمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد اضطررت أن أعيد الفيديو عدة مرات حتى استطعت أن أفهم ما تتلعثمين به. نحن الآن لسنا بصدد أن نشرح لك أصول البلاغة والبيان، ولسنا بصدد أن نشرح لك أصول الخطاب الإعلامي الذي أنت بعيدة عنه بعد السماء عن الأرض، فليس لدينا وقت لذلك. فأمي التي لم تكمل دراستها بنظرك كان كلامها واضحا ومفهوما، لأنها حافظة لكتاب الله عز وجل ومواظبة على تلاوته. ولكن ما لفت نظري أن البرنامج لم يكن بثا مباشرا، بل كان حلقة مسجلة. فيا رانيا يا برغوث، لماذا التلعثم؟ وما لفت نظري أيضا أنك اقتبست لأمي مثالا أن الإنسان يجب أن يكون لديه معلمة. بصراحة بحثت في كل معاجم اللغة العربية، من ألفية ابن مالك ومعجم المحيط ومعجم العين، قمت بمحاكاة العالم سيبويه والفراهيدي بحثا عن أصول كلمة معلمة. ولكن يا برغوث، لم أجد لمصطلحك الرائع أساسا في كل مراجع اللغة العربية. لنفرض أن كلمة معلمة التي قلتها قصدت بها معلومة، ومن سوء حظك أنك قلت أنه يجب أن يكون لديها معلومة في التاريخ. ألم تخبرك معلوماتك في التاريخ بأمهات العظماء الذين سطرهم التاريخ وماذا كن قد درست؟ ألم تخبرك معلوماتك الغزيرة بأم الشافعي وأم ابن حيان وأم الرازي وأم الخوارزمي؟ ألم تخبرك معلوماتك بأديسون وأمه؟ أكتفي بهذا القدر من الإيضاح ومن ممارسة حقي بالرد عليك إعلاميا. أنا الأيسر إيمان حمد، الفائز بالمركز الأول بفضل من الله في مسابقة تحدي القراءة العربي سوريا. أحبك يا أمي وأشكرك على كل ما قدمته لي حتى وصلت إلى ما أنا عليه الآن من الفصاحة والبلاغة والبيان، والشكر موصول لأبي العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.